انت مستني ايه؟ هو انت فاكر بعد ما انت تموت خلاص كده القصة خلصت؟ انت كل حاجة هتطلع من ابنك او بنتك بعد ما تموت، كل لحظة وجعتهم وجعوا بيهم هم ولادهم، انت المسؤول عنها وانت اللي هتتحاسب عليها. وعايزة اقول كلمة لكل اللي بعته. انا واثقة ان لو حصل اي ظرف لابهاتكم او لحظة ضعف، انتوا اول ناس هتبقوا تحت رجليهم، اول ناس هتنسوا وهتسامحوا. عشان الناس اللي بالمشاعر دي اللي بعتتلي عمرها ما تقدر تبقى غير كده. الناس دي بتحس قوي. كل ابن وابنة بعتولي مسج وقادرين يعبروا عن لحظة ضعفهم وغضبهم في رسالة، فهم ناس محتاجين الطبطبة قوي. هم أول ناس هيقفوا جنبكم، أول ناس مازالوا بيحسوا ومحتاجين لحظة طبطبة ولحظة مسامحة. سامحوا عشان ولادكم يقعدوا تحت رجليكم، سامحوا عشان ولادكم ما يحسسوكوش ان خلاص الدنيا ما بقاش فيها خير والولاد بقوا بره ومفيش حد بيسمع كلام ابوه. وزمان كنا بنقعد تحت رجلين اهالينا، وزمان كنا بنقف معاهم. هو العيب مش منهم بس، العيب من تربيتهم.